زمان كان في فكرة مسيطرة على عقول الناس لقرون طويلة. الفكرة دي هي إن العين بتطلق شعاع هو اللي بيكتشف الأشياء. فكرة بسيطة ومريحة ومحدش قرر إن هو يفكر فيها أو حتى يختبرها، لحد ما ظهر واحد سأل نفسه أسئلة مهمة جدا. طيب لو جربنا، أو لو قسنا، طب لو فهمنا بدل ما نكرر. الشخص ده هو ابن الهيثم، عالم مرضيش يصدق لمجرد إن هم قالوا، ولا اكتفى بقراية الفلاسفة ولا خاف إنه يتحدى اللي اتقال قبله بقرون. ومن اللحظة دي بتبدأ رحلتنا في حلقة جديدة من سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة، مع الراجل اللي دخل جوه العين وفهم النور وقدم للعالم كله أساس علم البصريات بالمفهوم اللي بنستعمله النهاردة. اسمه الحسن بن الحسن بن الهيثم. ولد في البصرة سنة 965 ميلادية، وكان فضولي بيحب يسأل مش لمجرد الاعتراض، بس عشان يفهم. كبر ودخل في الفلسفة والرياضيات والفيزياء، لكن أكتر حاجة كانت جاذبة انتباهه وبيفكر فيها هي الضوء. النور إزاي بينتشر، وليه بنشوف الحاجات، ويعني إيه صورة، ولو النور خط مستقيم ليه بيتكسر في المية. هي كلها أسئلة ممكن تبدو فلسفية، لكن بالنسبة له كانت مهمة جدا جدا ومحيرة جدا، وكان محتاج يدور لها على إجابات. ابن الهيثم كان ليه رأي علمي إن حل فيضان النيل كان ممكن يتم عن طريق بناء سد ضخم. الكلام ده وصل للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في مصر. فالخليفة استدعاه وقال له تعالى نفذ مشروعك. ابن الهيثم سافر مصر، لكنه واجه الحقيقة الصعبة، وهي إن الفكرة دي غير قابلة للتنفيذ والظروف المتاحة. وكانت لحظة حرجة جدا، فابن الهيثم اختار حل عبقري كمحاولة منه لإنقاذ حياته، وهي تظاهره بالجنون. زي ما سمعته تظاهر بالجنون. الناس قالت الراجل اختل. فالحاكم بأمر الله احتجزه ببيته في القاهرة لمدة سنين. السنين دي كانت أهم معمل علمي في حياته، لأن بيته وقتها اتحول لمعهد بصريات. ودي كانت بالنسبة له أفضل منحة من ربنا، لأن سجنه المنزلي ده ساعده إن هو يبدأ يعمل اللي بيعرفه، إنه يجرب ويقيس ويكتب ويصحح ويعيد من الأول. وفي الفترة دي ظهر أهم اختراع عقلي عنده، هو المنهج العلمي التجريبي. هو صحيح مش أول واحد يستخدمه، يعني زي ما بيتقال بشكل سطحي، لكن هو واحد من أوائل العلماء اللي عملوا المنهج العلمي التجريبي بشكل واضح ومرتب، من فرضية لتجربة لقياس لنتيجة ثم مراجعة. وده كان واضح جدا في كتابه الأشهر، كتاب المناظر. أما بالنسبة لإنجازاته العلمية فليه أكتر من إنجاز علم الحقيقة. يعني أولا هو قلب نظرية الرؤية رأسا على عقب، لأن قبل ابن الهيثم الفلاسفة كانوا شايفين إن العين هي اللي بتطلع الضوء، لكن ابن الهيثم قال لأ، الأشياء بتعكس الضوء، بيدخل جوه العين فبيدي الإحساس بالرؤية. وده خلاه يشرح ليه الضوء بيسيب أثر على شبكية العين، وإزاي العين بتستقبل الصورة بالمقلوب، وليه بنشوف بصورة مستقيمة، وده طبعا بسبب معالجة المخ. الفكرة دي لوحدها هي الأساس المباشر للكاميرات والعدسات والنظارات. وكان من ضمن إنجازاته قوانين انكسار الضوء، لأنه درس الضوء وهو بيعدي بين الأوساط الشفافة المختلفة، زي هواء ومية وهواء وإزاز وجسم شفاف وهواء والعكس. وبالتالي فهم الانكسار بدقة أعلى من اللي كانت عند بطليموس بكتير، وده اللي بني عليه بعد كده أساس العدسات والنظارات والمجهر والتلسكوب. غير كده كمان تفسيره للظواهر الفلكية زي الهالات القمرية وانكسار الضوء في الغلاف الجوي، وفسر كمان ليه الأجسام السماوية اللي بنشوفها بتكون في مكان أعلى من مكانها الحقيقي في الأفق. ده غير إنه كان عنده أهم 3 حاجات لازم يتميز بيها أي عالم. أولا شك الصحي، إن هو عمره ما يصدق أي حاجة غير لما يختبرها. ده كمان عنده تواضع فكري، لأنه ما كان دايما بيقول قد أكون مخطئا. وكمان عنده اتساع في التخصص، لأنه تخصص في البصريات والرياضيات والفلك والفلسفة، وكان شايف إن العلم مش خدمة للسلطان، العلم خدمة للحقيقة. وبعد وفاة الحاكم بأمر الله خرج ابن الهيثم من سجنه المنزلي، وكمل بحث وكتابة وتعليم في القاهرة لحد وفاته سنة 1040. وبمرور الوقت انتقل تأثيره لروجر بيكون وكيبلر ونيوتن، والخط اللي ابتدى في بيت صغير في القاهرة كمل لحد معامل أوروبا. وده سر جمال القصة، إن العلم مش خط مستقيم، العلم عبارة عن حوار بين عقول على مدى قرون. ابن الهيثم ما كانش ساحر ولا كان حكيم غامض، هو كان إنسان بيسأل وبيجرب وبيكتب،
والنتيجة إن العالم النهاردة بيصور وبيشخص وبيعمل ال VR وبيفهم الرؤية على أساس بناه واحد عاش من أكتر من 1000 سنة. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم آية عفيفي وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.